مرحبا يا حلوين، رجعت لكم فيديو جديد مثل ما عودتكم. وهلأ مثل ما شايفين جايبة شمندر وجزر. رحت على السوبر ماركت لقيت عاملين ترخيص على هي الخضروات، فاشتريت تقريبا كيلين شمندر وكيلو جزر، وقلت يا بنت اعملي منهم مخلل طيبين جنب مجدرة أو جنب الفول. يعني في أكلات بتحتاج للمخلل. هون بعد ما غسلتهم وقطعتهم مثل ما شايفين، هلأ بدي صفهم بمطربانات. أنا عندي مطربانات إزاز. هدول المطربانات بشتري فيهم، مثلا بشتري بيكون بقلبهم ورق عنب أو مخلل خيار، فما بكبهم بحتفظ فيهم، وأحيانا بحتاجهم بحط فيهم مثل شعيرية، عدس، هيك شغلات، يعني إنه ظراف يعني. هلا هون صفيتهم وبدي طبق أول شي شمندر، بعدين بدي حط الجزر. هي خلصنا من الشمندر، وهلأ بدي طبق الجزرات فوق منهم، يعني بشكل مرتب إنه يطلع موديلهم حلو. عم يعذبوني، ما عم يوقفوا. هلا هون بعد ما خلصت، هلا وقفت طبعا الكاميرا وتصوير وصفيت البقايا. ما طلعوا كتير، يعني 3 مطربانات، 2 كبار ومطربان صغير. هلا هون بدي احط مي مثل ما شايفين. لكل كاسة مي بدي احط معلقة ملح كبيرة. هلا هون تقريبا حطيت 4 كاسات مي، 3، وهي هلا المعلقة الرابعة. وبدي احط معلقة سكر صغيرة لكل كاسة، كمان لكاسة مي معلقة سكر صغيرة ومعلقة خل كبيرة. هلا بعد ما حطيتهم بقى بدي اني صبهم فوق الجزر والشمندر لحتى ينغمروا. وهيك تقريبا كفوا الميات، يعني الحمد لله طلعوا على القد. وهلأ بدي سكرهم واضغطهم مزبوط. كتير طلع حلو منظرهم. وهلأ هيك بدي اتركهم تقريبا 10 أيام. وهلأ بعد 10 أيام صار وقت إنه فتحنا مطربان وبدنا ندوقهم ونشوف كيف طعمتهم ظابطين ولا لا. وهلأ اسمعوا القرشة، طعمتهم كتير طيبة. فيهن قرشة ماسكين، وطعمتهم حامضة زاهرة، والملح طبعا كتير ظابط. كتير طلعوا طيبين. ويا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه. ومثل العادة ما تنسوني بالإعجاب بالصفحة والضغط على زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد بنزله. وما تنسونا من دعواتكم، وبتشوفوني فيديو تاني وجديد إن شاء الله. باي باي حبايب قلبي.